السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتوما وليداتكم شبعتوا شتا؟ تبارك الله. الله ييسر الامور يا ربي ويعطيها لينا على قد نفع. اليوم هنا البنات غنشارك معكم الزيتون اللي فرشخت معكم هذاك النهار، ودابا من بعد ما وجد راني كليت منه، ماشي عاد دابا وجد ليا. قلت نشارك معكم الطريقه اللي كندير انا ديال الطرقاد. هنايا خديت الزيتون. بالنسبه لهاد الفلفله راني حتى هي مرقداها، وبالنسبه للحامض المهم كلشي مرقداه. هاد الزيتون كان عندي في بيدو وحيدته بالحاره ديالو بكلشي. قلت غنشارك معكم الطريقه ديالي. هنا اول حاجه باش غندير، صفيت الزيتون هو الاول، صفيته من هذاك الماء اللي كان فيه الملحه وخليته حتى نشف شويه، ودزت غادا نشرملو دابا معكم. هنا عندي المعدنوس والقزبر خضرين، غادا نقطعوهم مزيان. وعندي الحامض اللي ما مصير اللي ما مرقدش، كان عندكم المصير ديروه، انا ما تصابش عندي، تصاب عندي غير هذا الحامض العادي. وخلاص هذا اللي عندي هنايا في القصريه اللي مع الزيتون راني كتمرقداه معاه. هنا عندي 2 معالق ديال الهريسه، عندي 2 ورقات سيدنا موسى، 2 وريقات. وعندي هنايا الزعتر، عندي الزعتر وعندي الكمون. المهم هادو راه غير تخلطوا لي واحد شويه، هادو ما مطحونين ما حتى شي حاجه، غير مسخناهم صافي. وغادا نحكم غير بين يديا. بغيتو نتوما ديروا المطحون، عندكم المطحون واجد ديروا. هنايا هاد الزيتون، المهم انا غنشارك معكم الزيتون اللي وجد ليا. هاد الزيتون انا راه درت ليه الملحه، درت فيه الحامض حتى هو. هاد 2 بيدوات اللي عندي فيهم غير النص مازال ما درتش الملحه. غنشارك معكم الملحه اللي كندير وكلشي، لان بزاف الناس كيقولوا لي راه الملحه واش نديروا الملحه العاديه ولا الملحه الحيه ولا ما عرفتش، المهم بحال هكا. صراحه هادشي اللي كاين. هاد الزيتون راني دايره ما مفرشخ ما حتى شي حاجه، هذا راه دايره هكاك صين. مازال باقي ما وجدش، هذا مازال ما كنبدلش عليه الماء دائما. بالنسبه للزيتون اللي كان عندي العام اللي داز راه باقي عندي، هذا راه ليحه غير صين، راه غير صين. وشوفوا كيبقى زوين وكلشي ما كيخسر ما حتى شي حاجه. بقى عندي هذا. وبالنسبه للزيتون انا غندير معكم غندير الملحه فيه، وانتم غتشوفوا الملحه اللي كنستعمل انا، راني كنستعمل غير الملحه العاديه اللي كنطيب بها. الزيتون الاخر راه وجد، هذا راني يلا درت ليه الملحه. وهادو 2 يلا غندير لهم الملحه معاكم. هادو صوبتهم في الاخير، ما صوبتهمش النهار اللي صوبت فيه هاد الزيتون، ما صوبتش هادو، خليتهم هما الاخرين باش نشارك معاكم الملحه اللي كندير. وبالنسبه لهذا راني وجدته في الاول، يعني وجدته في الاول راني شاركته معاكم. هنا غنقطع القزبر وغنقطع الحامض وغنقطع هاد الفلفله الحاره مرصوات صغار ورجع معاكم. بالنسبه لهاد الفيديو، المهم انا من بعد ما قطعت الفلفله والحاره، الفلفله الحاره والحامض والقزبر والمعدنوس، انا هنا غندير الملحه. بالنسبه للملحه راه هي هذه، انا كناخذ هذه الملحه ولا الملحه ديال الدرهم ولا هكا. المهم انا كناخذ هذه حيت كناخذ فيها ساشيه كبيره، كناخذ فيها ساشيه كبيره. المهم انا هنا هذا البيدو غندير فيه هذه الباكيه. المهم هذه راه دايره 10 ريال يعني. المهم انا كناخذ باكيه كبيره، نتوما الا كنتو غتاخذوا الباكيه ديال الدرهم راه ديروا القياس اللي غيناسبكم. هنا انا هذا البيدو غندير فيه باكيه، غندير فيه باكيه ديال الملحه. وملي غادا نذوق دابا انا غادا نديرها وغادا نذوق، الا جاني مسوس هذيك الساعه غنزيد الملحه حتى نخليه واحد 2 ولا 3 ايام، ماشي مباشره غندير الملحه صافي وغندوقها. انا درت دابا هاد الباكيه هنا، غادا نزيد واحد شويه فيها هنا، بحال غندير باكيه وشويه في هذا البيدو. هذا البيدو راه كيكون فيه 3 يطرو ديال الزيتون، 3 كيلو عفوا 3 كيلو ديال الزيتون، مشى ليا بالهم مع الماء. هنا هذا صافي درت فيه انا الملحه. بالنسبه للبيدو الاخر حيت هادشي البنات، بالنسبه لهذا البيدو غادا ندير فيه غير هذا القياس ديال هذه الملحه، لانه ما عامرش بزاف، ما عنديش فيه الزيتون بزاف. بالنسبه لهذا البيدو راني مشرطاه، هذا كان الزيتون الاحمر شرطته بالموس، انا هو اللي درتو مشرط صافي، ما تبقى كامل درتو فرشخ. والبيدو الاخر درتو غير هكاك صافي. الملحه ديروا القياس اللي غيناسبكم،
تذوقوا، راه ماشي مشكل يدوز يومين 3 ايام وتطيبوا كاع منه. شوفوا طيبوا كاع منه تلقاوه كاع باقي من الصوص، زيدوا فيه. بحال دابا هذا الفيديو درت فيه باكيه ونص ديال الملحه. انا هاد الطريقه ديال الملحه راني درتها لان بزاف الناس كيقولوا لي واش الملحه العاديه اللي كنطيبوا بها ولا الملحه الحيه، ديك الملحه اللي كتكون حجره وكدب. المهم الملحه الحجره حنا راه كيقولوا ليها الملحه الحيه، هادشي اللي عارفه عليها انا. بالنسبه لدابا هاد الفيديوهات اللي صوبت ضروري ديروا فيهم الحامض. شدوا الحامض عصروه بحال هكا شويه، لان الحامض شنو هو الدور ديال الحامض؟ الدور ديالو هو كيخلي الزيتون خضر، ما كيكحالش. دابا بحال دابا هاد الزيتون راني صفيته قبيله تقريبا واحد 2 سوايع ولا شحال باش صفيته، يعني راه بدا كيدير ليه لون. اما ملي حيدته من الماء راه كان اللون ديالو خضر. صافي هنايا الحامض راني غندير هنا الحامض وغندير هنا الحامض. ملي ديروا الملحه بحال هكا، ديروا الملحه، ديروا الحامض، ديروا الحاره اللي بغيتو ديروا خيزو، نتوما اللي بغيتو. راه انا كندير غير هاد الطريقه. بالنسبه لهاد الفلفله الحاره راني كديريها غير بحال هكا، ديريها غير في وسط الماء بحال هكا ومخليها. صافي دابا هاد الحامض راني درتو هنا. بالنسبه لهاد الحارات لانني قطعت هنا القياس، صافي غنديرهم دابا هنا ونخليهم في هاد الماء. هذه هي الطريقه ديال الزيتون ديالي. من بعد ما وجد ليا راني شاركت معكم الفيديو كامل الطريقه اللي كندير ليه. صافي وكيبقى بحال هكا. هذا غنخليه دابا يرتاح، ترتاح هاد الملحه مزيان. انا راه ما كثرت بقيت كنحرك فيهم بحال هكا باش يوجدوا ليا، كاع حيدت ليهم القبضه ديالهم، ولكن راه ماشي مشكل. بالنسبه لهذا صافي راه دايره فيه الحامض، دايره فيه كلشي. ها هو كيبان لكم زوين صراحه. الزيتون راه كيبان لكم بحال هكا ندير لان فيه الزيتونه الحمراء بزاف. صافي وهذا غنخليه هذا من بعد ما حتى نقرب نكمل الزيتون وعاد نبقى نبدل ليه الماء كل نهار. صافي هنا غندوز نشرمل معكم الزيتون. بالنسبه للحامض وهكا حتى هما غنديرهم هنايا. هنا الحامض درت جوج فلفلات لانني غندير الهريسه، ما بغيتش نكثر الحار بزاف. واخا انا راه كيعجبني الحار، انا راه كيعجبني الزيتون يكون حار بزاف. هنا عندي 2 معالق ديال الهريسه. ديروا الهريسه اللي بغيتو، ديروا الهريسه الخضراء، ديروا الهريسه هاد الحمراء اللي درتو. ماشي بالضروره تكون عندكم الهريسه الخضراء وتقولوا لا راه ما غنديروهاش. المهم اللي درتو. بالنسبه لهاد الوريقات ديال ورقه سيدنا موسى حتى هي غنديرها. بالنسبه للكمون انا ما بغيتش نديرو مطحون، بغيتو نتوما ديروا مطحون البنات ديروه، انا بغيت ندير ليه غير هكا. صافي ونديرو في الزيتون الزعتر حتى هو. بالنسبه للثومه اللي بغى الثومه يديرها. انا شويه كتجيني مجهده بزاف ما كنبغيش نديرها. الا بغيتو ديروا الثومه ديروها، ما بغيتوش صافي. انا نقدر ندير غير شي فليسات بحال هكاك اللحوم صيني، يعني ما نقطعهم حتى شي حاجه. صافي دابا هنا راه غنخلط هاد المرحله، غنخلطها مزيان. عاد غندير زيت الزيتون. ما بغيتش نديرو في الاول، بغيت حتى ندير هاد الهريسه والقزبر وكل شيء، لانني الا درت زيت الزيتون ما غاديش بحال ما غيخليش ليا هاد الهريسه تلصق ليا في الزيتون. يعني صراحه زيت الزيتون انا راني جربت شحال من مره ما كيخليش الهريسه والزعتر والكمون والقزبر يلصقوا في الزيتون. انا نخلي زيت الزيتون هو الاخر. هذا غنديرو صافي نخلط مزيان ونرجع معاكم. هنا من بعد ما خلطت مزيان غندير هاد الفلوسه ديال الثومه غير صغيورين، درتهم هكا صاينين بالقشور ديالهم، غنلوحهم في الزيتون وغندير شويه زيت الزيتون. ما غنديرش بزاف لان ما كيعجبنيش فيه الزيتون بزاف. انا مصايباه بوحدي، ما دايره فيه لا صوجه لا حتى شي حاجه، راه طبيعي. بغيت نخليه هكاك. بالنسبه لزيت الزيتون صراحه كيجي زوين فيه. المهم انا دابا درت 4 كاس ديال زيت الزيتون. صافي وغنخلي هاد الزيتون بحال هكا
غنبقى كل شويه نخلطو شويه مزيان ونخليه عاد غنديرو في البواطات. ما غاداش نديرو في البواطات دابا مباشره، لانه قد ما خلينا بحال هكا وبقينا مره كنجيو نحركو شويه صراحه كيولي زوين بزاف. بالنسبه للقزبر والهريسه ها هما كيبانوا لتحت هما والحاره. صراحه هاد الشيء اللي درت فيه الزيتون كيجي زوين بزاف، غير جربوا هاد الطريقه غتعجبكم بزاف. صافي هنا البنات انا عمرت هاد الزلافه بحال هكا باش نشارك معكم كيفاش جا. بالنسبه للزيتون اللي درت ديال الزيتون الكحل حتى هو البنات، ولا الزيتون الاسود كله شنو غيقول ليه. بالنسبه للزيتون انا درتو هذا غير بالزعتر ودرتو بزيت الزيتون، راني شاركته معكم في القناه. وبالنسبه لهذا الزيتون صراحه راه كيجي زوين بزاف وكيجي لذيذ. بهاد الشيء اللي درت ليه ديال الزعتر والكمون. صراحه راه كيجي زوين بزاف، غير جربوا هاد الطريقه غيعجبكم بزاف. كنقدم لكم الزيتون ديال اختكم سميره، ومرحبا بكم وبصحتكم. وما تنسونيش من ابوني، اللي ما مشاركش معايا يدير ابوني باش يبقى يوصلوا الجديد. ما تنسونيش من لايكات، خليوا لي التعاليق ديالكم الزوينه بحالكم، علاش لا شجعوني فيها وخليوني نزيد لقدام بكم ان شاء الله يا ربي. هذا هو الزيتون اللي شاركت معكم. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.